سعد صباحكم بكل خير إن شاء الله، يا رب تكونوا بصحة وسلامة وعافية وانتم تشوفون فيديو اليوم ماخذتكم الساعة 7:30 الصبح مطلعتكم وياي دا أودي ياسمينة قلت مورجن. اليوم ياسمينة عندها سبورت فماخذيها ويانا. حبيت أشوفكم هذا المنظر الصباح، شوفوا الشمس كده حلوة طالعة والجو برد. طبعا احنا بلش عندنا البرد، درجة الحرارة بالليل توصل 2، هسه تقريبا 5، شبه السيارات مجلدة. فأخذكم وياي اليوم وأشوفكم البرد الخريفي. خليكم ويانا. يعني أساس شالتها وفتحته شال بعد لقيت هذول هنا. هذا شفتي هذا البيت ايه لأن هي تعرفهم. لقيت التليفون بالقاع. لقيت هي تلفون بالقاع. واو. عندها. طبعا هنا أنا حبيت أسولف لكم عن هالفقرة. أول شي خلي أشوفكم هذول عمال النظافة، بما أنه هسه خريف وأوراق الأشجار أشوفها كلها واقعة، فهاي السيارات كل يومية تطلع تنظف الشارع. شوفوا هاي السيارات اللي كنا ما شفتوها تنظف الشارع من الأوراق كليتنا، أوراق الأشجار اللي بالشارع، تشوفون الشوارع دائما نظيفة. وفقرة اللقباء هذول اللي هسه إياها، طبعا هذول لابسين فسفار متطوعين، يجون على كل منطقة، كل تقاطع بها عبور شارع وراها مدرسة يوقفون. مثل مورجن اي. فهالفقرة كلش حلوة وطبعا مجاني، يوقفون يعبرون الطلاب كليتهم للمدارس مالتهم وحفاظا على سلامة الطلاب. هاي السيارة ففقرة كلش حلوة. طبعا اغلب الاهالي هنا ما يخلون جهالهم او طلابهم يروحون المدرسة بوحدهم، هم يوصلوهم، بس هم حفاظا على سلامتهم اللي يعبروهم الشارع. طبعا يسدون الشارع على مودهم، يوقفون السيارات منا ويخلون الطلاب يفوتون. طبعا تحية لهم وشكر وتقدير. طبعا صيف شتاء برد بكل الأوقات، ما دام موسم مدارس يوقفون يقطعوا لهم الشارع ويعبروهم. طبعا احنا ودينا ياسمينة للمدرسة وما قدرت اصور لكم طبعا لان بالمدرسة التصوير ممنوع، فوديناها ورجعت على البيت هسه طريق البيت. فحابة اذا وصلتوا لهذا المقطع يا ريت تسوون لنا لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات، اهم شي جرس الاشعارات حتى يصلكم كل جديد على قدمه ويعجبكم محتوى القناة مالتي. اشكركم طبعا على حسن المتابعة. طبعا الفيديو اللي هنا ما خلص، شوفوا التكملة كلش حلوة وجميلة. اليوم رحت على زوجي على المدرسة فشوفتكم بالقطارات والأجواء الخريفية شوية، والجهال كانوا يلعبون بالحديقة فنظفنا الحديقة شوية، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. بما أنه اليوم شمس شوية فطلعنا الجهال برا شوية، رتبت الأمور كملت لأن اليوم عندي كم شغلة لازم أقضيها، فرتبنا البيت كملت البرا. يوم قلت خليه أنظفه. إذا تشوفون هاي المحطوطة على الكرسي طبعا هذا ضرورية لكل سيارة، لازم يخلوها على الجامة الأمامية لأن بالشتاء تجلد السيارات كلها تجمد، فحتى الجامة اللي قدامها من ما تجلد. فضرورية جدا للسيارات هاي بالشتاء. فحابة إذا تذكرون بالفيديو السابق حكينا أنه أكثر شخص أثر بحياتك بطريقة إيجابية وخلاك تغير نظرتك للحياة، فسألتكم أسئلة. طبعا جتني رسائل على انستغرام على الخاص كم رسالة، فإن شاء الله بالفيديوهات الجاية إذا صحت لي فرصة إن شاء الله نسولف فيها هالقصص. فحابة اليوم طبعا راح أخليكم تشوفون الفيديو اليوم هي عبارة عن إنه رحت للكورس مال زوجي مال الدراسات حتى يتقن اللغة 100%، حتى وراها يصح له إنه يشتغل أي شغلة يريدها إن شاء الله. فرحت على المدرسة، رحت بالقطارات، فأخذتكم وياي جولة سريعة وشوفتكم الأجواء الخريفية. فراح تشوفون إنه بعدين رحت بالسيارة عندنا كم شغلة قضيناها ورجعنا على البيت. فإذا تذكرون بالفيديو السابق حكينا على إنه أكثر شخص منه أثر بحياتك، وقلت لكم أنا راح أحكي إنه منه أكثر شخص أثر بحياتي. طبعا الداعمين واللي ينطون طاقة إيجابية هم كثر، يعني هواية. طبعا أنا عندي زوجي دائما يدعمني ودائما يشجعني، أولادي، أهلي، أمي، أخواتي، إخواني، يعني الحمد لله وشكر يعني كلها المحبين هواية.
بس نوبات سبحان الله تلقى شخص من بين هذا البشر كليتهم تلقى تحسه قريبة عليك ويحس بيك هو حصرا يعني، وينطيك سبحان الله بدون أي مقابل. فأنا مرت بي فترة يعني من جيت هنا لألمانيا جيت بوحدي، يعني هواية أمور صادفتني. يعني وأكثر أمر ألمني هو استشهاد أخويا الله يرحمه إن شاء الله يا رب يجعل مثواه الجنة ويرحم موتاكم. يعني هو شو أقول، هو كان صديق، كان أخ، كان حنين، كان يعني هواية أشياء ما أقدر أوصفها بشاب هو بعد صغير، فأثر بي هواية. فجت فترة أنا يعني داخليا انكسرت. فسبحان الله من بين كل الدنيا كلتها جتي مرية والله العظيم، يعني لو أقول لكم أنا لحد الآن ما أعرف اسمها، يشهد ربي علي، ولا هي تقرب لي، ولا أنا شايفتها، يمكن شايفتها يعني 3 مرات 4 مرات وجها لوجه. فسبحان الله يعني لامست قلبي. طبعا هي تقرب لزوجي مرت عمل زوجي، فأحسها أنه صارت قريبة جدا جدا على قلبي. كانت تتصل بي بدون أي مقابل وتحشي لي كلامها كلش طيب كان، وكل تحسوها يعني طاقة إيجابية. أحس أنه هذا الفيديو شوية تأخر، يعني كنت أتمنى أنه هي تسمعني وتعرف أنه أنا جد أحبها، وأشكرها على كل كلامها الطيب اللي حكت لي إياه. وأنا من بعدها أنه صارت عندي طاقة إيجابية أكثر، انطتني طاقة. حسيت نفسي أنه يعني أنه البشر مو كلهم ما بيهم ثقة، أكو بشر طيبة تحسوها يعني انخلقت حتى تنطي طاقة إيجابية للآخرين. فهي توفت الله يرحمها إن شاء الله يا ربي ويجعل مسكنها الجنة، وأتمنى كل الناس تصير مثلها، عندها قلب طيب وطاقة إيجابية. وأتمنى لكم يوم سعيد ودمتم في حفظ الرحمن ورعايته، وأشكركم على الاستماع. مع السلامة.